ده الشفاط بتاعي. شايفين كمية الدهون والزيوت اللي عليه؟ بقالي فترة سايباه كده لان فعلا متعب وتنظيفه بيتعبني صراحة. فبكسل ان انا انزله، بنزله كل فين وفين. بس بعد ما عملت الخلطة اللي هقولك عليها دي، خلطة سحرية وخطيرة. هعمله طبعا كل اسبوع لانه بقى بالنسبة لي سهل ومش متعب خالص. لانه بمنتهى البساطة بينضف على طول بدون تعب ولا مجهود. وهتشوفي معايا بقى عامل ازاي وبقى نضيف ازاي. ان شاء الله الفيديو هيعجبك وهتستفادي منه. يلا بقى اللايك الجميل اللي بيدعمني ويشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. لو لسه ما اشتركتيش في القناة علشان يوصلك كل جديد ونكبر مع بعض ان شاء الله. نبدأ بسم الله. طبعا ده الشفاط وشكله زي ما انتم شايفين، مش محتاجة اتكلم خالص. طب يلا بينا بقى نعمل السائل او الخلطة السحرية اللي هتقضي على كل ده بمكونات سهلة وبسيطة. وموجودة عندنا، حتى لو مش موجودة حاجات بسيطة جدا ومش مكلفة. طيب دي كوباية خل، وهضيف عليها معلقة كبيرة كربونات بيكنج صودا موجودة عند اي عطار. بصوا اول ما ضفت الكربونات على الخل عمل فوران جامد جدا، ما تقلقيش خالص من الفوران ده. وكمان هضيف معلقه كبيره من ملح الليمون واقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يدوبوا. بعد كده هضيف نص مكيال اي مسحوق عندك، اي مسحوق موجود عندك سواء كان عادي او اوتوماتيك. عايزه اقولك ان ده بيدي رغوه وريحه حلوه قوي. هقلبهم كويس كده مع بعض. بصي هتلاقي فوران برضو، مش عايزاك تقلقي خالص. قلبيهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هضيف معلقتين كبار من النشا واقلب برضو كويس جدا. وهضيف كوباية من الصابون السائل، اي صابون سائل موجود عندك، واقلبهم كويس مع بعض لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه. ودي كوباية من الزيت المستعمل اللي بنركنه على جنب. طبعا بدل ما نرميه بنستفاد منه في حاجة زي كده. وممكن برضو نعمل منه الصابون السائل ومنظفات في البيت، فبينفعنا بصراحة. هقلبهم كويس كده. كده خلاص يا لولو؟ لا لسه يا حبايبي، استنوا بس خليكم معايا. طيب الاضافة اللي بعد كده هجيب نص كوباية خل تانية، وهضيف عليها معلقتين كبار من البوتاس. اكيد كلنا عارفين البوتاس عند اي محل منظفات هتلاقيه، طبعا كلنا في مصر عارفينه. هاتي ب10 او ب5 جنيه عندك، بس بعديه تماما عن الاطفال. بس وهضيفه وهقلبه كويس في كوباية الخل، وهضيفه للخليط وقلبي كويس. هتلاقيه كتل معاكي بالمضرب السلك بقى وعيشي. اخر اضافة هضيفها للخليط معلقة ملح كبيرة على شوية مية، واقلبهم كويس واضيفهم على الخليط واقلب بقى كويس جدا. زي ما انت شايفة هتلاقيه كده خليط، لا هو خفيف ولا هو تقيل، يشبه كده سلطة الطحينة. كويس. هراجع معاكي بقى الاضافات. كوباية خل، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكربوناتو، ومعلقة كبيرة من ملح الليمون، ومعلقتين كبار من النشا، وكوباية صابون سائل، وكوباية من الزيت المستعمل، ونص كوباية من الخل. وهضيف عليها معلقتين كبار من البوتاس، واقلبهم كويس في الخل واضيفهم على الخليط اللي انا عملته. ومعلقة كبيرة ملح ومدوبينها في شوية مية بس كده. وهنقلبهم كويس مع بعض. مكونات سهلة وبسيطة وعندنا في البيت ومش مكلفة. هاتي من كل حاجة ب5 جنيه او ب10 جنيه وهتكفي معاكي كذا مرة. وهنا بعد ما خلطنا المكونات كلها مع بعضها، بنشيله بقى في اي ازازة عندنا، اي ازازة فاضية موجودة عندنا بنحتفظ بيه في جنب، وبنطلعه بنستخدمه في اي وقت. بننضف بيه الشفاط، بننضف بيه السيراميك، ممكن كمان الاحواض، البوتاجاز. بس البوتاجاز ما بننقعوش فيه، بنشتغل فيه على طول وننضفه على طول. انا هنا فكيت الشفاط، خليت كل قطعة لوحدها او كل جزء لوحده. ولازم هنا بقى طبعا تلبسي جلافز علشان البوتاس والدهون اللي موجودة على الشفاط هتبهدل ايدك.
تمام. باي فرشه عندك بقى او ممكن معلقه هتضيفي الخليط دوت على الشفاط، وهتلاقي قوامه كده معاكي مش سائل ومش تقيل. وبالسبونشة بقى ويادوب هتمشي عليه بس، وتمسحي على طول باي فوطة عندك، الدهون كلها هتطلع معاكي بكل سهولة من غير دعك وفرهدة في الجو الحر ده. فبنبقى محتاجين اي حاجة تسهل علينا الامور وما تتعبناش. وهنا برضو الوش بتاع الشفاط، بصي بكل سهولة بضيف الخليط وبمشي عليه بالسبونشة، وبعد كده بأي فوطة بيبقى زي الفل. شايفة الفرق؟ من غير مجهود ولا تعب، وكمية دهون طالعة في الفوطة يعني مش قادرة اقولك. وكده انا هعمل كل الوش بنفس الطريقة. وعايزة اقولك الدهون طلعت زي ما انت شايفة قدامك، يعني بحط الخليط وامسح على طول وبقى زي الفل. تخيلي بقى لو انت نقعتيه في الخليط ده لمدة 10 دقايق بس، متخيلة هتبقى نظافته ازاي؟ وهنا كده كنت خلصته تمام وعملته معاكي على طول في الفيديو، دي النتيجة. ولكن لو اتنقع كمان هتلاقيه بيلمع ونضيف اكتر من كده. طبعا انتم فاكرين شكله في اول الفيديو كان عامل ازاي، ودلوقتي طبعا بقى عامل ازاي. بقى في فرق شاسع طبعا من شكله في الاول الفيديو وشكله دلوقتي. وده شكله دلوقتي بقى زي الفل، ومن غير تعب ولا مجهود ولا هنكسل ننزله تاني، وهنغسله طبعا باستمرار. بتمنى تجربوا الوصفة دي وان شاء الله هتدعولي. الخلطة دي ممكن تنفعك كمان في حاجات تانية كتير، هو يعني تعتبر قاهر الدهون زي ما بيقولوا. هتنفعك في السيراميك، غسل السيراميك، على اي حاجة، على البوتاجاز. بس يا ريت ما تنقعيش البوتاجاز فيها، لا على طول اشتغلي، يعني خدي بالسبونشة واشتغل على طول. اي مكان عندك فيه دهون نضفي بالخلطة دي على طول، وان شاء الله هتبقى زي الفل. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. اللايك الجميل يلا علشان تدعموني وتشجعوني انزل فيديوهات تفيدكم اكتر واكتر. لو اول مرة تشوفيني، دي قناتي، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.